ليه ساعات بنقول I وساعات بنقول me؟ الفيديو ده هو من سلسلة اتعلم انجليزي من الصفر، فتأكد انك تتابعني وترجع تشوف الفيديوهات اللي فاتت من السلسلة. كنا قلنا ان الجملة ممكن يبقى فيها subject اللي هو الفاعل و object اللي هو المفعول به او اللي بيعود عليه الفعل. وخدنا انه في حاجة اسمها البروناونز او الضمائر دي هي بتحل محل الاسم. عندنا بقى نوعين من الضمائر، ضمائر بتبقى بدل السبجكت وضمائر بتبقى بدل الاسم لما يجي كأوبجكت او كمفعول به. لو انا السبجكت فانا بقول I، زي جملة I eat pizza. حلو، انا اللي باكل فاذا بقول I. ولكن لو الفعل بقى انا الاوبجكت او الفعل عايد عليا، لو انا عاوزت اقول مثلا انه احمد بيحبني فاقول احمد loves me، فاي هتبقى me في حالة الاوبجكت، وهي بتبقى him، وشي بتبقى her، وit بتفضل it زي ما هي، they بتبقى them، وwe بتبقى us، ويو بتفضل يو. ومش عايزك تقلق، انا هبعت لك PDF في كل الضمائر دي موجوده، فانت لو عايز الملف ده اكتب لي كلمه ملف في تعليق. ودلوقتي هقول لك على تدريب عملي تعمله يثبت الموضوع ده في دماغك. بعد ما تاخد الملف اللي انا بعته لك، فاكر الملف بتاع الفيديو اللي فات اللي هو كان فيه اسماء وافعال في الانجليزي كتيره؟ انا عايزك بقى تاخدهم، مثلا تكتب احمد plays football، يعني احمد يلعب كوره، وبعدين تحوله بقى للضمائر وتمشي على نفس المنوال بقى في الجمل دي. ولو انت مش عارف افعال او اسماء، خدهم من الملف اللي انا بعته لك في الفيديو اللي فات، وبعدين بقى تقعد تقراهم وتكررهم بصوت عالي. صدقني الموضوع هيفرق معاك جدا.